مطلوب منك باوربوينت او برزنتيشن انك تعملها في وقت قليل جدا للكليه او لشغل بره او مهما كان السبب يعني. وانت لا تفقه شيء في الباوربوينت اصلا، يعني انت خلاص انت زنقت نفسك في الوقت ومش عارف كمان تشتغل على الباوربوينت. فتعالى بقى عشان نديك الخلطه السحريه او الطريقه السحريه من الاخر، يعني اللي هتخليك تعمل برزنتيشن احترافي وبشكل ممتاز جدا في وقت قليل بمجهود قليل من غير معرفه سابقه اصلا بالباوربوينت او باي حاجه. اللي هكون طالبه منك بس انك يكون عندك حساب كانفا هتاكتفه عن طريق حساب ستودنت يعني او حساب تيتشر، وده هتكتبه ببلاش. هتدور على جوجل عامه تبحث انك تكتبه ببلاش او من اللينك اللي تحت هيدخلك على القناه ديت. هتلاقيهم بينزلهم كل فتره لينك لانه لتيمات يعني education عشان تخش. فبعدها هتلاقيه ظهر معاك بالشكل دوت ان هو تعمل جويننج التليجرام بتاعهم يعني كداعيه ليهم. وتحت هتلاقيه ظهر انك بقيت education team. فعظيم. تعالى بقى افهمك احنا هنعمل ايه. زي ما قلت لك ان احنا محتاجين يعني حساب كانفا، فبالتالي احنا هنستغل الحاجتين اللي هو كانفا وباوربوينت. كانفا ان احنا هنستخدم منه القوالب الجاهزه بتاعته بالاشكال بتاعته الاليستريشنز اللي شكلها عظيم صراحه في كانفا، والباوربوينت يعني مش موجوده فيه قد كده وتضطر تجيبها من بره. وهنستغل الانيميشنز والترانزيشنز خاصه المورف، واللي ما يعرفش يعني ايه مورف عامه يستنى لاخر الفيديو هيكون عارفه ان شاء الله يعني في باوربوينت. فيلا بينا نبدا. اول حاجه انت لازم تكون عارف ايه الموضوع اللي انت بتقدمه اصلا. يعني انا بقدم ايه؟ انا غالبا هقدم دلوقتي موضوع عن ستريس او القلق يعني. فاول حاجه بنعملها هنا انك بتخش على انك اصلا بتجمع الداتا عنه، قصدي يعني اسف. فلو انت مثلا في مشروع في الكليه غالبا بنكون مجموعه من 5 مجموعه من 10 مهما كان العدد يعني. بنقسم لناس بتعمل باوربوينت، الناس بتجمع داتا، لناس بريزنترز. فانت ممكن تكون بتعمل باوربوينت وما تكونش بريزنتر، ممكن تكون انت البريزنتر وانت اللي بتعمل باوربوينت عادي. المهم ان يكون معاك الداتا. لو مش معاك الداتا هتعمل ايه؟ هتعمل زي ما انا عملت كده في الفيديو دوت. هنخش هتقول لجيميناي دور لي والله على داتا عن الموضوع كذا كذا، وتقول له شكل البرزنتيشن اللي انت هتعملها هي اكاديميك يعني رسميه ولا لا، والكلام ده كله. وتقول له انك تعمل لي اي لوز في نفس الرساله ديت وتظبطها لي انها تكون موجوده في سلايدز. عظيم. هتلاقيه طلع لك الرد دوت وكتب لك الداتا جمعها بشويه صور او صوره او اتنين يعني على حسب مزاجه ساعتها. وكمان قسم لك الاي لوز تحت، جاب 6 عظماء اهمت. جميل جدا. فهنعمل ايه بقى؟ بعدها تقول له قسمها لي على شكل سلايدز عشان يكون شكلها كويس. هتلاقيه قسمها لك دلوقتي كده واداك فكره عن التصميم عامه. فبما انه اداني فكره عن التصميم هتقول له بقى ايه؟ اكتب لي الداتا اللي في كل سلايد. ليه تقول له اكتب لي الداتا اللي في كل سلايد؟ عشان انت لو سبتها لنفسك وانت مش مذاكر المحتوى ده كويس او انت مش ناوي تطلع بريزنتر هتلاقي الداتا طلعت معاك كبيره قوي على السلايد. واحنا مش عايزين السلايد تزيد عن 7 جمل يعني في 7 كلمات، لان دلوقتي القاعده الذهبيه بتاعتنا اسمها 7 في 7، يعني ان هو 7 جمل في 7 كلمات في كل سلايد علشان ما تبقاش اوفر يعني. فتعالى هتلاقيه هنا ظبط لك كل حاجه. اول حاجه التايتل ظبطها لك اهوت، ظبط التايتل والسب تايتل. نزل تحت الاي لوز بتاعتك اللي احنا بتاعتنا الاربعه دول، جمعهم لك. الانترودكشن وات از ستريس، قال لك ان هو ايه بقى التعريف بتاعه، وعمل مقارنه سريعه ما بين الهوميوستيزيس والاوستيزيس والتايبس بتاعته. ده كله في سلايد واحده. احنا ممكن نقسمها لاكتر من سلايد يعني بعد كده. وبعدين مشي على الريسبونس والباثولوجيكال باثواي بتاعه والكلام ده كله، وبعدين ختم في الاخر بالسلايد بتاعه الاسئله المفروض يعني، وثانك يو. جميل. فهو كده جمع لنا الداتا حرفيا وقسمها لنا ان احنا نعملها في سلايد. ايه اللي نعمله بعد كده واحنا معانا الداتا والسلايدز؟ هتفتح تليجرام، هتفتح قصدي كانفا، وهتعمل هنا نيو برزنتيشن. عظيم جدا. تعالى نكبر الشاشه عشان نكون مركزين عليها. هيفتح معاك التمبلتس ديت. هتدور انت دلوقتي احنا بنعمل موضوع عن ايه؟ بنعمل قصدي برزنتيشن عن ايه؟ بنعمل عن الاسترس. هي انا قلت هبحث عن ستريس اول حاجه يعني، انا هبحث عنها وهي الاسترس. هقعد ادور لو لقيت حاجه عجبتني ليه لا هعملها. لو ما لقيتش حاجه ما عجبتنيش يعني مفيش حاجه عجبتني هنا خلاص ادور عن حاجه تانية ليها صله بالاسترس. يعني مثلا المنتال هيلث، لان الاسترس تبع الصحه النفسيه، فانا هدور عن المنتال هيلث. جميل. دورت عن المنتال هيلث طلع شويه نتائج تاني. انا هجني التمبلت ده، هاخده واعمل له الابلاي للبيجز بتاعته كلها على التمبلت على المشروع بتاعي. هلاقيه ظهر لي بالشكل ده كده. فظهر معانا التايتل السلايد يعني او السلايدز والسلايدز كلها تحت. حلو. تعالى بقى نشوف ازاي هنخلي السلايدز ديت بتاعتنا احنا دلوقتي. اول حاجه هنبص فيها معظم التمبلتس اللي على كانفا بتكون معموله للشركات، بتكون معموله لعروض تقديميه بره مجال الدراسه عامه.
فبالتالي هتلاقيه ضايف مثلا اسم الشركه، اسم تيم، اسم جروب، الكلام ده كله. فدلوقتي لو انت جروب في مثلا كليه او في المدرسه، فهتضيف اسم الجروب بتاعك، وليكن انك في مسابقه بي او تي وانت الجروب التالت، فضفت اسم الجروب بتاعك. لو انت اصلا مش في مسابقه او مش في اي حاجه، ديليت. مش هتفرق قوي في شكل السلايدز، لانها فاضي من فوق، عادي فاضي من فوق اللي فيها. جميل. هنا اهوت هتلاقيه هنا المنتال هيلث. احنا ما بنتكلمش عن المنتال هيلث، احنا بنتكلم عن الاسترس. فهتكتب فوق ستريس. جميل. طب ايه اللي هكتبه تحت؟ هل اشيلها؟ لا، شكلها مش لطيف لو شلتها، حتى لو كبرت الاسترس مش هلاقيها لطيف. فالتايتل يا ريت يكون اكتر من كلمه، كلمتين، جمله، حسب ما انت تهيئها بقى. فعلى سبيل المثال انا هفكر كده الاسترس. الناس بتفكر يعني الاسترس، بتفكر انه دايما وحش. طب ما انا ممكن اقول ستريس امباكت. فانا بالتالي انا بهيئ الناس ان انا اتكلم عن تاثير الاسترس اللي هم اصلا فاكرينه دايما وحش، بس انا هفاجئهم مثلا في البرزنتيشن ديت ان هو في منه حلو ومنه وحش، يو ستريس ودي ستريس مثلا. فعظيم. هنعمل ايه بقى؟ انا هكتب امباكت. شكلها ساده، تضيف نقطه في الاخر. لما تضيف نقطه في الاخر وبص على شكلها، الشكل العام يعني هتلاقيها فيه يعني ادى تروح للسلايد بشكل عام. تيجي هنا اهوت هتبص على الكلام اللي تحت اللي هو السب تايتل، يعني هيقول لك هو ايه، ليه مهم، ازاي ممكن نحمي نفسنا منه يعني، او نهتم بنفسنا ونهتم بالاخرين كمان. فهنروح لجيميناي قال لنا ايه، قال لك سب تايتل from homeostasis to allostasis overload. ممكن نضيفها. وعامة في كل حاجة انت بتضيفها بص على الشكل قبل وبعد، ضروري بص على الشكل قبل وبعد. فهنا جميل from allostasis to homeostasis. ممكن نكبر شوية الفونت بتاعنا لغاية ما يوصل بالشكل ده، هنلاقيه ظهر معانا بالشكل ده كده. جميل. presented by هتغير الاسم بتاعك، الديت ممكن تسيبه او تشيله عامة، وهكذا يعني. اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بعمل جروبنج يعني elements، عشان في باوربوينت هنحتاجها، بس هشرحها اكتر يعني في باوربوينت دلوقتي. تاني حاجة هنبص على جي قال لنا ايه، قال لك انت محتاج الاي لوز بتاعتك. جميل. انا محتاج اي لوز. نعمل ايه بقى في السلايد بتاع الاي لوز؟ اروح ابص على التمبلت بتاعي، مفيش اصلا سلايد للاي لوز. عامة برضه يعني اي لوز هي الانتندد ليرنينج اوتكمز، او النتائج اللي انت متوقع تكون استفدتها او تكون اتعلمتها في نهاية البرزنتيشن ديت. فجميل. مفيش اصلا سلايد للكلام ده عندي، فانا هعمل انا سلايد. جميل جميل. في اوبشن ان انت تعمل السلايد من الصفر زي ما هنعمل دلوقتي، او انك تدور في تمبلت تاني تشوف فيه سلايد الاي لوز، انك تاخدها هنا تعمل لها كوبي تحطها هنا بيست. ولكن الكلام ده يعني ليه تعمله؟ ما انت ممكن تعملها انت بايدك وبسرعه كمان. هنعملها ازاي؟ هناخد ديت مثلا اهوت، هعمل لها كنترول دي. ليه تعمل لها كنترول دي؟ عشان ما تخسرش العناصر اللي في الصفحه ديت، وتضطر تعمل برزنتيشن جديده وتجيب العناصر ديت وهكذا. لا، انت معاك عناصر محفوظه يا باشا، سيبها في جنب دلوقتي. فخلاص الصفحه الجديده اللي عملتها دبليكيتنج ديت، هبص هنا انا عايز اي لوز. هل هاخد العنوان اللي باللون الاسود ولا العنوان اللي باللون المختلف؟ هاخد العنوان اللي باللون المختلف. ليه؟ عشان يبقى الكلام اللي تحت هو اللي باللون الاسود. يعني مش هشتت الناس بكلام تحت يكون فاتح اصلا وهم مش هيعرفوا يقراوه يعني. انما العنوان اللي فوق هو خلاص هم يقراوه مره واحده وعرفوا. فهخليه هو الاي لوز هنا. فجميل، خليتها اي لوز. هنعمل ايه بقى؟ هناخد ديت كده اهوت، هخليها في النص. ديت الالاينمنتس بتاعها يعني تخليه في النص. جميل جميل. تخليه في النص كده. تاخد البوزيشن بتاعها تخليها في السنتر، وهتخليها في التوب. بعد ما خليتها في التوب، لما بتبقى لازقه قوي في التوب كده ما بتبقاش صراحه عجباني. فانا هنزلها 3 4 مرات لتحت كده، هتلاقي شكلها ظبط شويه. هاخد مثلا ديت احطها في الجنب هنا كده، واقعد اقلبها شويه لغايه ما تظبط بالشكل اللي انا عايزه. ايوه. شيل ديت طبعا يعني. فبقى معانا شكل اي لوز كده، وجنبها علامه، اي علامه عامه مش لازم تكون موجوده هنا. ممكن تبحث في الاليمنتس اللي في الجنب هنا، دي الاليمنتس عامه يعني. ممكن تدور هنا عادي، الدنيا سهله. فبعدهم هتقول لي ايه تاني اللي موجود؟ هقول لك ده اللي موجود اهو. احنا عندنا اصلا اساسيات التكست، بدل ما انت تعمل تكست جديد او من هنا يعني، لا انت عندك اصلا في السلايد دي تكست زي دول. انا كبرت قوي صح؟ يعني ثانيه. كده اهوت. عظيم. زي ما انت شايف كده انت معاك تكست اصلا. اخده تاني اكبره شويه عشان مش عاجبني صراحه. حاسس ان في مشاكل شويه في التكست دوت، بس هتظبط ان شاء الله. فهاخدها كده. فجميل جميل جميل. اول حاجه هنا تروح بقى للجيميناي اللي احنا قلنا له اصلا نظبط الداتا على السلايدز. ماشي. خدنا الداتا اهوت على السلايدز. على سبيل المثال الاي لوز بتاعتنا by the end of this presentation you will be able to، زي ما انا قلت يعني ان في نهايه البرزنتيشن ديت لازم تكون اتعلمت الكلام دوت. المفروض يعني تكون اتعلمت الكلام ده لو انت مركز في البرزنتيشن. فايه اللي هيحصل؟ هناخد مثلا اول واحده على سبيل المثال، يعني انا هدي بس مثال عليها بسيط. هاخد احطها على ايه؟
شكلها باظ شويه. عظيم، اكيد شكلها هيبوظ شويه. كبر انت البتاع شويه هنا اهوت، اقعد العب شويه في التكست يعني على ما تظبط. زوم، العب يا معلم يعني. انت لو ما لعبتش هنا هتلعب فين؟ كده كده الوقت معاك كتير. انا وفرت لك وقت كتير. هتاخدهم هتعمل حاجه اسمها كنترول جي. كنترول جي يعني ايه؟ جروب اصلا. يعني خدت بالك انا عملت كنترول شيفت جي يعني هتلاقيه شال كلمه ان جروب اللي خلاها جروب. فلما اعمل كنترول جي هتخليها ان جروب تاني لانك خلاص عملت لهم جروب. حلو. هنا بقى معاك التكست دوت. انا لو زومت شويه او كبرت يعني السلايد كانها باينه دلوقتي على البروجيكتور، في مشكله في السلايد. المسافه ما بين العنوان اللي فوق والسبتايتلز او الكلام اللي تحت مش متناسق. المسافه ديت مش متناسقه. البتاع ده كله كانه جمله واحده كده مش راكبه في دماغي. حاجات كتير. انزل تحت هنلعب بقى شويه هنا بقى. ننزل تحت واحد شويه. قصدي هتعمل ايه؟ هتاخد دول كده، احنا مش عايزين دول. هتقول لي ليه يا عم احنا مش عايزين دول ليه يا عم؟ اعمل لدول كنترول جي هم كمان. اعملهم لي دبليكيت. خدهم اعمل لهم دبليكيت كده. ايوه. عملت لهم دبليكيت اهو. حاجه كمان دبليكيت. حلو. لما عملت الدبليكيت التانية خلي بالك هو عملها نفس المسافه اللي هو مسافه 107 اللي كانت ما بين الاي لوز ديت. ما كانت ما بين الاي لوز وما بين اول عنصر وما بين تاني عنصر وتالت عنصر. فهو اكتشف انك هتعملها يعني بنفس الطريقه فحطها. هنلاقي هنا في ظل يعني لو انت خدت بالك في كده الخلفيه لونها بيتغير شويه اهوت. اخدها احطها في السنتر والميدل. عظيم جدا بقى شكل السلايد مقبول. هتقعد بقى تضيف نفس الكلام هنا. هتغير الكلام من جيميناي وتحطه هنا. هتلاقيهم 4. غير انت بتاع الأربعة. برضه لسه حاسس إن في حاجات ناقصة في السلايد. هل ممكن تضيف صور؟ ضيف صور بس صور بسيطة. ممكن تضيف مثلا أيقونة طالعة من تحت كده عشان تدي طابع يعني شوية. يعني على سبيل المثال أنا بفضل مثلا إنك تاخد صورة زي ديت كده تحطها هنا وتنزلها تحت شوية هنا كده. فشوف السلايد بقى شكلها عامل ازاي. في اختلاف تام في السلايد. في اختلاف فعلا تام بشكل السلايد. هتاخد اللاير هنا وتعمل لها سند تو باك خالص ورا عشان يبقى الكلام هو اللي باين فوقها مش هي اللي باينه فوق الكلام. حلو حلو. بس لسه برضو الكلام ده تحسه كحاجه واحده كده. انا حطيتها وافهم اللي تفهمه وخلاص انا مش مهتم اصلا. في الاي لوز او الحاجات اللي انت المفروض تعرفها احنا غالبا بنحطها بامر في اول الكلام زي ديفاين دي مثلا. فانا هاخد ديفاين ديت كده واعمل عليها هايلايت. ازاي هعمل عليها هايلايت؟ هل هلونها مثلا؟ لا. انا هاجي بس هنا اهوت واعمل لها بولد كنترول بي او تضغط على بولد فوق. جميل عملت لها بولد. ماذا بعد؟ تعال نبص على شكل السلايد كده. انت كواحد اول ما بصيت على السلايد عرفت انها اي لوز. خلاص دي السلايد بتاعت الاي لوز. في واحد تحت ستريسد بيعيط حزين. عرفت ايه محتوى الكلام ذات نفسه. بصيت لقيت في ديفاين. اتفاين ايه بقى؟ اعمل تعريف لايه؟ لقيت ستريس والديفرنشيتنج بتوين الهوميوستيزيس والالوستيزيس. يعني ايه هوميوستيزيس والوستيزيس يا عم؟ كبر دماغك. احنا مش جايين نتكلم عن الحاجات دي طبيه دلوقتي يعني. ده مش فيديو شرح ستريس. انا بتكلم عن الباوربوينت. فانت بصيت على المنظر العام كده انا اكتشفت فعلا انا عايز ايه عن اللي تحتها مثلا. يعني اللي فوق شكلها كويس لما عملت انت بولد الاول كلمه انما اللي تحت مش مظبوطه. فدي حاجات بسيطه يعني انت تبص عليها هتعرفها من نفسك. يعني من كتر ما انت بصيت على برزنتيشنز كتير هتعرف ايه اللي المفروض تعمله ايه اللي المفروض ما تعملوش. كويس. تيجي بقى التاني او التالت سلايد عندنا المفروض يعني وهي الانترودكشن. حلو. ايه هو الاسترس؟ هو حرفيا اول سلايد يعني جيميناي قال لنا عليها. ايه هو الاسترس؟ فهنا مثلا كانت حلوه جدا ان هو بدا واتس منتال هيلث برضه. هاخد هنا وهغير ديت هخليها ستريس. يعني وليكن انك بتكتب في كيورد مثلا نسيت انك تخليها تعمل كابس لوك او تخليها كلها ابر كيس. فانت كتبت عملت ستريس بالطريقه دي كده. تعمل ايه يعني؟ بص كده تعال نكبر السلايد ونبص عليها. شكلها غريب. انا في حاجه مش مظبوطه في الكلام دوت. يعني ايه وات از ستريس مره واحده؟ لا بص طب ايه رايك نغير شكلها كده. اخد ديت ماشي. هخليها هنا اهوت ابر كيس دي كلها كنترول شيفت كي او ابر كيس دي عامه. خلاص عملتها اهيت كلها. تعال نكبر. انا اول ما بصيت بقى على السلايد هنا عرفت انا وات از ستريس. بصيت على ستريس قبل ما ابص على وات از اللي فوق اصلا. وهكذا. هتاخد الكلام اللي تحت برضه وتكتب فيه نفس المحتوى اللي هنا وتفضل ماشي مكمل. ولكن قبل ما انسى انك يعني بدل انت بتعمل برزنتيشن يعني فنصيحه انك تاخد بعد الاي لوز هنا تقول لهم والله بص انا عندي شويه رولز همشي عليها. ايه هي الرولز؟ الحاجات اللي انا عايزك تعملها انت طول بتاع يعني طول السيشن بتاعتي. جميل. طول السيشن بتاعتي مثلا تفضل مركز معايا. تفضل مبتسم. ما تتكلمش مع اللي جنبك. ما تفتحش التليفون بتاعك. الكلام ده كله يعني ممكن تضيفه وهوريك دلوقتي
ازاي تضيفه في الباوربوينت او تضيفه في كانفا عادي جدا. ان احنا عملنا اهوت دي رولز مثلا، فانا هشيل كل الكلام ده لانه ملوش لازمه. جميل، هشيل الراجل المحترم دوت برضه. فخلاص بقى معايا سلايد فاضي. هعمل ايه بقى؟ هاجي اهوت هترفع الصور، هتلاقيني سايبها عندك يعني على التليجرام، قصدي في الديسكربشن تحت، يعني قناه التليجرام هينزل عليها الحاجات دي كلها. فاول حاجه ان التليفون سايلنت مثلا، خلاص انا عايز التليفون سايلنت، يبقى خلاص اول بعد ايات للتليفون سايلنت. تاني حاجه خليك مبتسم معايا طول الايه، طول السيشن. عظيم. تالت حاجه مفيش ايه سايد توكس. ثواني يا عادل يا شكل، يا عادل يا شكل، خلاص يا حبيبي. ايوه كده. فجميل اهو. فخلاص هاخدهم كلهم مع بعض كده، هشيل بس الخلفيه اللي ورا الكبيره، لا اله الا الله. شيل الخلفيه اللي ورا الكبيره ديت. دول هاخدهم اعمل لهم بوزيشن هنا، هنزل تحت هتلاقي سبيس فيندي، يعني ايه؟ هتوزع المسافه ما بينهم. هتوزعهم هوريزونتالي كده، هتلاقيهم متعاملين في النص. هتعمل بعدها جروب ليهم. انا اسف عملت سيرش ليه مش عارف. تعمل لهم جروب، هتاخد لهم برضو بوزيشن، هتحطهم في السنتر. فده بقى الشكل النهائي. يعني بقى في مسافات متساويه ما بين صوره عادل امام مثلا وعادل شكل. عادل امام انا اول مره اخد بالي انهم نفس الاسم، بس بغض النظر يعني الكلام ده. والكلام ده كله فعظيم. ما تنساش تعمل لهم ايه، ان جروب، بما انهم حاجات يعني ما لهمش علاقه ببعض. فحلو. بعد بقى ما تكون خلصت كل السلايدز اللي موجوده اصلا والشكل عامه، ما تعملش انيميشن على كانفا، عشان اي انيميشنز انت تعملها على كانفا هتلاقيك خسرتها اول ما تنزلها كباوربوينت. هتيجي هنا على زرار الشير، هتضغط عليه، تعمل داونلود. هتختار هنا فايل تايب، تختار باوربوينت، مايكروسوفت باوربوينت. هتختار البيجز بتاعتك، وليكن ان انا هختار هنا من 1 و2 و3 و4، وليكن يعني. وهعمل دون. لا، في مشكلة هنا، انا مختارتش 2 بغض النظر. هتعمل ايه؟ داونلود. هياخد معاك شوية لغاية ما يحضر. طبعا كل ما كان الباوربوينت كبير كل ما ياخد معاك وقت اكبر انه بيحضر. هتقول له تمام عظيم احفظهولي. فحلو. المفروض يكون نزل بالفعل. تعال نبص كده، نزل اهوت. تعال نفتحه بقى. انت دلوقتي هتفتحه لاول مره. اول حاجه سيبك من ان انا محتاج رياكتيفيشن، يعني يا رب الكليه هتعمل رياكتيفيت الاكونت بتاعي يعني. هتعمل هنا هيقول لك ايه، ان الفايل ده جاي من النت، ممكن يحتوي على فيروسز. في ملفات باوربوينت، في ملفات بي دي اف بيبقى فيها فيروسات ويعني حاجات بتخرب الكمبيوتر. ولكن بما ان احنا محملينه من كانفا، فهو مصدر موثوق بنسبه كبيره. فهتعمل هنا انيبل للايديتنج بتاعه، بس ما تنزلش بقى ايه تمبلتس من مواقع مش موثوقه وتقول لي انا عامل انيبل للايديتنج بتاعها. لا، ممكن يكون ضايف فيه مايكرو دوت سكريبت حرفيا جوه الباوربوينت. بغض النظر، نعمل انيبل ليه. هتلاقيه فتح معاك الواجهه العاديه بتاعت الباوربوينت اللي اي حد عارفها. حلو. كده احنا خلصنا اول اساس الشكل بتاعنا. تعالى نعمل كده بريزنت للقطعه بتاعنا دوت. تيجي تقلب، في حاجه غلط يا اخي يعني. ايه ده ساده قوي كده يا اخي؟ ده ساده كده ايه؟ صح ساده. بص، تعال نحط نفسنا دلوقتي بقى ايه في المحل بتاع الانيميشنز والترانزيشنز. فانت هتطلع دلوقتي تعمل بريزنت للبرزنتيشن ديت يعني قدام ناس. اول حاجه هتبداها مثلا تيجي تعمل الزرار دوت، هتلاقي ده ظهر قدامهم على طول. انت كنت عايز تعمل ايس بريكنج مثلا، هتعمل ايه بقى؟ هتيجي هنا اهوت عادي جدا، تعمل كنترول دي، وتاخد كل الكلام العظيم ده كده 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 اهو ديليت. بقت سلايد فاضيه جديده معاك عظيمه جدا، ما فيهاش اي حاجه. فبالتالي اول ما تعمل بريزنت يعني هتلاقي سلايد فاضيه، صفحه بيضه قدامه. او دي مش بيضه، دي لون مختلف يعني، لون غامق شويه عن الابيض، انا مش عارف اسمه، ولكن صفحه فاضيه. وبعدها هتخش في الموضوع على طول. حلو حلو. طب انا عايز اعمل ايه يا عم؟ شويه انيميشنز وترانزيشنز كده بتاع، ما تخشش كده مره واحده. تيجي هنا على تاني سلايد، ما بين اول سلايد وتاني سلايد، اول سلايد تاني سلايد هنا تعمل ترانزيشن. هتلاقي مورف وهو بيقارن الحاجات اللي موجوده في السلايد اللي قبل ديت بالحاجات اللي موجوده في السلايد دي، ويحركها بناء على المقارنه دي. يعني مثلا لو الصوره دي كانت موجوده في مكان ما في السلايد اللي قبلها، كانت موجوده هنا مثلا، هيقوم محركها هو لهنا التاني. فبالتالي هيبقى معاك شكل سلس وانت بتتنقل من السلايد التاني. هنوريك دلوقتي عملي. فدلوقتي لو عملت انا مورف، ما هو مفيش حاجه، هظهر لك انه بيعمل فيد ان وفيد اوت بس مش اكتر. فازاي بقى تستخدم المورف دوت؟ بص بس دي الصوره بتاعتنا ايه، هاخدها انا اخرجها تحت بره خالص، بانها ما تكونش باينه في السلايد، هي وصوره هذا الشخص الكئيب العظيم. حطها هي كمان هنا، حطها فوق شويه بحيث برضه ما تكونش باينه في السلايد. الستريس امباكت هعمل لهم كنترول جي هما الاثنين عشان انا عايزهم مع بعض. اختار الشيب كله
وديه بره شويه الكلام ده كله، يعني لو انت عايز تضيف دول هما كمان، ولكن انا هديك الفكره العامه. فتعالى نبدا. هنا برضو ممكن تعمل في اول سلايد ترانزيشن بسيط، انك تعمل لها سبليت مثلا. فاول ما تفتح هتلاقيها تعمل سبليت، يعني هتدي شكل بسيط في البدايه. حلو. بدات الانيميشن بتاعنا اهوت، ترانزيشن قصدي، تعمل ترانزيشن بقى، هوبا الحاجات دخلت معانا، ادت شكل افضل بكتير من كونها نقله ساده بفيد ان وفيد اوتس. لا هو ادى كده ايه، يعني حركه عصريه في النص، يعني ادى حركه سلسه ما بين كل سلايد والتانيه، فدي حاجه كويسه. تعال نكمل. ادي ايدوز. هنكمل بقى بنفس المنوال. يعني احنا لو عملنا دلوقتي مورف، هتلاقي الراجل العظيم دوت بيرجع معاك لتحت، والحاجات دي بتتحرك ورايحه جايه الكلام ده كله. ممكن تاخد التكست ده كله مثلا اهوت، هاخده هخرجه هنا اهوت، هحطه بره شويه 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 هنا اهوت كمان. هاخد ده مثلا على بعضه هو كمان، هحطه بره من الناحيه ديت. يا دولي، يا دولي تعالى، تعالى تعالى، اهو جه. هنا برضو اخر واحد هتاخده تحطه هنا. يعني والله الواحد عايز ينام بعد الجامعة دي، بس بيس بيس عظيم. تاخده هنا اهو تخرجه بره برضو، فبقى كويس. هنا لو عملنا مورف هتلاقي الكلام بيخش معاك من يمين وشمال بشكل افضل. يعني ممكن تاخد الاي لوز ديت برضو يعني كده، بحيث انها تديك شكل افضل يعني من العبث اللي احنا عاملينه ده. تحطها فوق شويه، فلما تبدا السلايد هتلاقيها بتنزل لتحت بشكل افضل بكتير من قبل كده. فكويس. تعالى بقى نروح عن الرولز العظيمه وعادل شكل وعادل امام والناس العظيمه دي. لو عملت مورف ممكن يقلب الصورة زي ما دي كده، كنت لسه بقول لقيته قلب الصورة فعلا، فبتدي شكل سيء سيء فعلا يعني. لو يعني انت مش فاهم قصدي ايه، تعالى هوريك. بص بص يعني، بص انا يعني ليه تبقى صورة شخص كئيب تتحول لعادل امام وهو بيقول اسكتوا؟ الحوار غريب قوي يعني. مورف فيها مشاكل فعلا، فيها مشاكل، ولكن انت ممكن تتغلب عليها بنص جنيه تفكير، انك تحط عادل امام في الصفحه اللي قبلها، او انك تخفي عادل امام اصلا. ازاي هنخفي عادل امام بقى؟ اول حاجه بص تعالى على الرولز اللي فوق ديت كده. انا هاخدها احطها هنا اهوت، واطلعها فوق. طلعتها فوق، هعمل ايه بالاي لوز ديت بقى؟ انا عايزها تخرج هي كمان، عايز الاي لوز ديت هي اللي تطلع فوق والرولز هي اللي تنزل مكانها تحت. فاخدت الاي لوز اهيت، هطلعها هي اللي فوق شويه كده. فانا لما اجي اعمل مورف اصلا هلاقي الاي لوز طلعت نزل مكانها الرولز، وبقى شكلها حلو جميل عجبتني. هاخد مثلا الصوره الاولانيه دي، انا مثلا باجي اعمل بريزنت اهوت للرولز بتاعتي، فانا مش هقوم حاطط دول قدامهم واقول لهم اقفلوا التليفون وكل خليكم مبتسمين معايا ومحدش يتكلم. حرقت كل حاجه، انت حرقت اول سلايد ممكن تعمل بيها ايس بريكنج مع الناس اصلا. فهنعملها ازاي بقى؟ هنروح للانيميشنز. حلو. هتيجي هنا على التاب بتاعت الانيميشنز، وهتعمل ابير او فيد. انا صراحه بكره الابير، هو بحب الفيد عشان بيدي شكل وهو داخل. فدي اول واحده، ادي تاني واحده، وادي تالت واحده. لو انت متلخبط في الترتيب بتاعهم ممكن تخش على انيميشن بان من هنا يعني، تغير الترتيب بتاعهم وهكذا. ولكن الترتيب هم ثلاث حاجات يعني مش مستاهل. فبالتالي لو جينا تاني هنا، هل بقى صورة الشخص الكئيب اللي تحت معانا ده هتتحول لعادل امام وهو طالع؟ الإجابة بكل بساطة لأ. ليه؟ لأن عادل إمام ما عادش موجود أصلا في السلايد. عادل إمام بيظهر بعد أول ضغطة لأ، تاني ضغطة لأ، هيظهر بعد تالت ضغطة. خلاص. يعني أنت ممكن تعمل بريزنت للسلايد دي إزاي؟ ديت مثلا يا شباب القاعدة اللي احنا هنمشي عليها إن شاء الله خلال البرزنتيشن بتاعتنا. أول حاجة عايز التليفون يكون سايلنت عشان محدش يحصل له أي تشتت يعني معانا من السلايد، وخليكم مبتسمين معانا عشان اليوم يعدي كويس، وكمان نو سايد توكس. حلو خلصت. ممكن تقولها بشكل احسن مني عادي قدام الناس، يعني بيجي لك افكار ويجي لك الهام كده من عند ربنا يعني، فظبط الدنيا انت قدام الناس وقت الدنيا عدت. تعال نخش بقى في السلايد اللي بعدها. هنا قدامك اوبشنين. انا صراحه بحب الاوبشن بتاع الريفيل في الترانزيشنز بتاعت ايه، ما بين الرولز او ما بين الايلوز عامه لو انت مش هتضيف رولز، وما بين بدايه المحتوى بتاعك. هتروح هنا الترانزيشن هتلاقي هنا حاجه اسمها ريفيل. بص كده على الشكل، هو ودى جاب لو ادى وقت عشان انت تقعد ساكت. فبص مثلا، ادي الرولز بتاعتنا اهيت، ودي خلاص. فانت هديت عشان تاخد نفسك وتفتكر الكلام. اما الكلام جه حلوه، ده كان الكلام بتاعي. تعالى بقى انا اوريك ايه الباوربوينت اللي انت شفته في اول الفيديو، وهو نفس الموضوع ده صراحه يعني كله، بس تعالى اعرضه لك تاني. يعني هنا على سبيل المثال هتلاقيني برضه عامل نفس الموضوع اللي انا قلت لك عليه. تلاقيني بادئ وكل حاجه اهيت ورا عشان اعمل لها مورف. انا كنت نسيت اشيل كذا حاجه من هنا يعني، ولكن بيس مش هتفرق. وبعدين جيت تاني. فتعالى نبدا كده السلايد وافهمك كل حاجه.
هنا يعني كان في نقلة هنا خفية. ليه؟ عشان أنا كنت عايز أسيب مكان فاضي هنا للناس، عشان لو حد غلط ولا حاجة في الأول ما يظهرش هنا شاشة التليفون على طول وتحرق الأيس بريكنج بتاعنا. هنا الأيس بريكنج كان عبارة عن موقف تمثيلي، يعني إن بما إنك ستريس فأنت ليفل فاينل نزل وعندنا امتحان كمان، وتعمل باوربوينت التلاتة مع بعض اللي هو في ستريس وهكذا. طبعا في صوت، ثانية في صوت. حلو حلو. عظيم. وبعدين تخش بقى في المور في ترانزيشنز والكلام دي كلها والكلام ده كله يعني. فهو نفس حرفيا التمبلت اللي احنا كنا شغالين عليه في الفيديو، هو نفس الكلام اللي انا عامله هنا، ولكن بترانزيشنز مختلفة، بان انا حبيبي هانز فليك والله، بحاجات تانية مختلفة تماما يعني، والكلام ده كله. ولكن في الاخر يعني هو نفس كل حاجة، هو حرفيا نفس كل حاجة في الاخر. فيعني لو عايزين اي حاجة او اي استفسار تاني، اي اضافة تانية ممكن اعملها لكم. ممكن اشرحها حاجة معينة، جزئية معينة، زي مثلا اول ايس بريكنج في الباوربوينت اللي هو الخاص بشاشة الواتساب ديت. هي حاجة بسيطة جدا يعني، لو خدتوا بالكم ان هو برضه انيميشن رايح جاي، فيد ان وفيد اوت برضه، وان انا عملت هنا ترانزيشن بسيط، ترانزيشن كان انه بيسحب لفوق بوش يعني. فالموضوع سهل، الموضوع بس محتاج انك يكون عندك الفكرة وتنفذها عادي. وشكرا يعني على حسن استماعكم للفيديو اللي حاسه طويل شوية. هو فعلا طويل شوية، شويتين تلاتة يعني، ولكن شكرا ليكم يعني، واستناكم في فيديوهات تانية ان شاء الله.